ازيكم حبايب قلبي متابعين بسمة الحلوين. النهارده كده قلت اعمل شويه رز بلبن للعيال، وعشان جوزي انتوا عارفين ان هو تعبان وكده ربنا يشفيه ويعافيه. فمعايا حله على النار فيها ميه، اول ما الميه دي تغلي انا غاسله الرز ونقعاه بقاله زي نص ساعه وسيبته يصفى. دلوقتي هنزل بيها في الرز بتاعي بقى. بصوا الميه غليت وده الرز اهو انا غاسلاه ومصفياه. هنسيبه يغلي بقى كويس جدا. بصوا بيغلي اهو، هنسيبه يغلي خالص كده لعند الرز بتاعي يستوي كمان. بصوا يا حبايب قلبي، ده الرز كده شكله بعد ربع ساعة بيستوي على النار. بصوا خلاص استوى خالص. انا لحد دلوقتي لسه ما حطيتش طبعا اللبن ولا حطيت سكر ولا حطيت اي حاجة لسه. انا مستنيه الرز يستوي خالص بقى عشان هنفضيه من الحلة ديت لحلة اكبر شوية عشان هنزوده لبن بقى براحتنا. اللبن اللي انا هستخدمه لبن جاموسي كامل الدسم، كل واحد حسب ما متوفر عنده. بصوا كده ده اللبن اللي انا هستخدمه اهو، واضح قدامكم السمنه اللي ماشيه واقفه على وشه ده ان ده لبن كامل الدسم. هفضي بقى الرز هنا. بصوا كده ده شكل اللبن اهوت بعد ما نزلنا فيه بالرز. هجهز السكر عندي بقى. بصوا كده انا معايا كوبايه من السكر اهي، هنزل بيها وهقلب وادوق السكر بتاعي. هشوف محتاج سكر تاني ولا لا. مش محتاج خلاص، يعني كل واحد السكر ده حسب الرغبه بتاعتكم. انتوا بتحبوه مسكر، بتحبوه سكر قليل، حسب ما كل واحد بيحب ياكل. يعني السكر ده ذوقيا الطعم اللي انتوا بتحبوه. طبعا مش شرط تعملي الكميه اللي انا عاملاها ديت، انا عامله كميه كبيره عشان خاطر الاولاد وكده. بصوا انا زودت كمان نص كوبايه سكر عشان لقيت السكر بتاعه خفيف شويه. نسيبه يغلي خالص بقى لعند ما يلف كده. هندوب في كوبايه ميه 3 معالق نشا كبار، ومعلقه من الفانيليا. الفانيليا اللي عندي انا بودر، اللي عندكم حسب المتوفر عندكم حطوه. بصوا كده معايا نص كوبايه من الميه، اضيف عليها معلقتين نشا، ادي واحده ادي التانية، وكده دي فانيليا اهي، وهقلب كل ده كويس. بصوا كده الرز عندنا شايفه السوا بتاعه كده حلو، انا ما بحبهوش مهري قوي. هننزل عليه كده بالنشا بتاعتي اهي، النشا بالفانيلا، ونقلب بقى كويس عشان هتلف مننا دلوقتي ويدخل مننا. وفي حاجه اختياري طبعا بحب احطها بتنقل الرز بلبن بتاعكم في حته تانية خالص، اللي هي يا جماعه، اللي هي من كريم شانتيه خام. بصوا ربع كوبايه كريم شانتيه خام، هنقلبها بسرعه كده عشان ما يكلكعش مننا. الكريم ده يا جماعه بتخليلكوا الرز في حته تانية خالص. بصوا ده جوز الهند اختياري بقى لو انتوا بتحبوه، ولو عندكم اي مكسرات تانية تقدروا تحطوها حسب ما انتوا بتحبوا بقى. بصوا نقلب ده كله كويس جدا كده، وخلاص الرز عندي بقى جاهز. هنطفي عليه ونصبيه بقى، نصبه في الاطباق بتاعتي. قدموه بقى بألف هنا وشوف الرز بلبن. في ناس بتاكله ساخن، في ناس بتاكله بارد. هو بتقدم حاجة حلوة سهلة وباردة، يعني حاجة بتكون من الحاجات الباردة. خلاص كده هفضيه بقى. بصوا كده دي البولات اللي انا هفضي فيها اهي، دي كاسات كده بتعمل فيها الايس كريم، بتعمل فيها كل حاجه. هفضي فيها، انا شطفتها الاول كويس، وهرز بلبن عندي. بصوا كده بصوا كده حبيب قلبي ما شاء الله. ده كده فرماسيل، ده جوز الهند، واحده فرماسيل واحده جوز الهند. طبعا التزويق بتاعكم اختياري، لو عندكم زبيب عندكم مكسرات
انا المتوفر عندي دلوقتي فرماسيل وجوزة الهند. بصوا حاطه هنا فرماسيل وعلى الاحراف كده جوزة الهند. بصوا طلعت لي دولت 6 و6 12، وادي 2 همت كمان. طبق كبيرة ديت يبقى اللهم صل على سيدنا محمد 14، ونزلت كمان طبق لحماية. الكمية ما شاء الله طلعت لي 15 طبق من أقل من نص كيلو رز. بصوا ما شاء الله لسه برضه مكملين اهو جوزة الهند. بصوا ونحط على الأطراف كده فرماسيل شوكولاتة، وهنا كده نحط شوية في النص، ونحط جوزة الهند حوالين منها. التزويق ده اختياري اللي انتوا عايزينه اعملوه. بتمنى منكم ان انا اكون فدتكم النهارده. لو انتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فيها. لو اول مره تشوفوني، انا بسمة كمال. السلام عليكم.